ازيكم عاملين ايه النهارده؟ فيديو الإجابة على أسئلتكم. أنا مروحتش النهارده اللاب صراحة، النهارده الجمعة، وغالبا هعمل لكم إيديت للفيديو ده وانزله على طول، لأن أنا مش عايزة أعمل أي حاجة خالص. أنا كنت عملت بوست ونزلته على اليوتيوب، وقلت لكم لو حابين تعرفوا حاجة عني او لو حابين تسألوا على حاجة فاسألوها وانا هنزلها في فيديو. فانتوا سألتوني أسئلة، في منها انا رديت عليه قبل كده وفي منها انا لسه مردتش عليه. انا هرد على الأسئلة اللي انا مردتش عليها قبل كده، ولو في سؤال انا جاوبت عليه فيديو هقول لكم الفيديو او احطه لكم يعني تشوفوه. بس يلا بينا، انا اطلع لكم بالبيجامه، معلش مكسله بس. يلا نبدأ. طيب، أول سؤال من سيف بيقول ايه سبب اختيارك لكوريا، او بمعنى تاني ايه سبب تفضيلك لكوريا وسط كل البلدان المتاحة؟ انا قلت قبل كده ان انا مش عارفة قلت لكم ولا لا، مش فاكرة. انا كنت مقدمة على منح مع منحة كوريا، بس انا اتقبلت في منحة كوريا. بس سبب تفضيلي لكوريا هو ان انا كنت مرتبطة بكوريا شوية، ان انا كنت بعمل كنت بحب اصلا البلد، وكنت بحب اللغة الكورية، وقعدت فترة اتعلمها فترة طويلة مش قصيرة، وعملت حاجات تطوعية كتير تبع كوريا. اخترت من وسط البلدان اللي انا كنت عاوزة اسافر لهم، اخترت كوريا بسبب ان انا قعدت فترة طويلة ادرس اللغة الكورية، فما حبيتش اضيع الفترة دي بصراحة على الفاضي. فحاولت اتمكن اكتر من اللغة، ان انا اروح البلد نفسها واختار كوريا واقدم في المنحة بتاعت كوريا ويجي. لكن مش كوريا بس اللي كانت قدامي، يعني انا كنت عاوزة اسافر في حتت كتير، بس هي كوريا كانت الانسب بالنسبة لي. السؤال التاني من بسنت، كيف أقنعتي أهلك إنك تسافري كوريا؟ إيش تخصصك بالجامعة؟ وهل الدراسة بالدوري صعبة؟ ماشي، كيف أقنعتي أهلك إنك تسافري كوريا؟ هو اللي أنا هقوله ده مش لازم الأهالي كلهم يبقوا كده، يعني قبل ما أتكلم وقبل ما أقول أي حاجة، ولو الإقناع الأهل صعب فده لأنهم خايفين عليكم مش أكتر. يعني احنا عقلنا مش هيستوعب هما قد ايه خايفين علينا في الفترة اللي احنا بنبقى بنقنعهم فيها، لان احنا بنبقى انانيين قوي شوية في الحتة دي، اللي هو انا عايز الحاجة دي، راضي انت لازم توافق على الحاجة دي، انا عايزها. فاللي هو يعني بنضايقهم بعنادنا معاهم، واحنا منبقاش فاهمين ان هما خايفين علينا، هو كله خوف علينا مش اكتر. فانا اهلي الحمد لله اكبر داعمين ليا في الحياة كلها، برغم ان هم بيخافوا عليا جدا جدا، انتوا مش متخيلين يعني خوفهم عليا مش هتقدروا تتخيلوا. وانا البنت الوحيدة بالمناسبة، فالموضوع كمان اصعب. بس هم شافوا قد ايه انا تعبت في حياتي، وقد ايه كنت يعني عايزة اعمل بجد حاجة لنفسي، وان انا بعمل كذا حاجة في كل اتجاه، يعني كأني مشتتة بعمل 1000 حاجة في نفس الوقت، بروح هنا وبروح هنا وبروح هنا، بجرب ده وبجرب ده وبجرب ده. فهم شافوا ده ولمسوا ان انا هبقى مبسوطة لو عملت الحاجة دي، ما حبوش يعني ما حبوش يخلوني ما حققش اللي انا نفسي فيه، او ما حبوش يزعلوني، او حبوا يقولوا لي يعني جربي روحي جربي، بس مع ان الموضوع ده صعب عليهم ومش بالساهل. وحتى كان صعب عليا ان انا اسيب امي اسيب اخواتي اجي هنا لوحدي. وبالمناسبة انا مش بقول ان انا من الناس الواو اللي كانت شايلة المسؤولية لاخر حاجة خالص، والله العظيم خالص. يعني انا جيت هنا خدت صدمة كده ان انا ايه ده، انا فعلا كل حاجة انا هعملها لوحدي، كل حاجة انا اللي شايلة مسؤوليتها.
بس انا كنت عارفة وخدت الخطوة دي عشان ابقى كده، يعني عشان اتغير، عشان اشيل مسؤولية كل حاجة حواليا واجمد. يعني انا كنت محتاجة ده قوي في حياتي، ويمكن هم لاحظوا ده فعشان كده سابوني اروح اجي هنا. يعني انا في الاول قلت لامي انا هجرب وخلاص، نجحت ما نجحتش خلاص عادي، انا بجرب. لان انا كنت دخلت في اكتئاب شويه، فتره صعبه كده شويه وما كنتش عارفه انا بعمل ايه. فعشان اخرج من الفتره دي كنت بشغل نفسي باي حاجه حواليا، فمنها كانت المنحه، وكنت بقدم وانا مش حاطه بالي انجح اصلا. بس يعني هما لما لقوني نجحت اللي هو ايه ده بجد، يعني انتي خلاص هتمشي ده بجد. فالموضوع صعب، بس هم سابوني علشان هم شافوا قد ايه انا تعبت، اشتغلت على نفسي شوية وقد ايه كنت في لخبطة وهو قد ايه ما كنتش احسن حالاتي يعني. فهم سابوني علشان لقوا ان ده ممكن يفرحني. بس فانتوا ازاي تقنعوا اهاليكم؟ يخليكم قريبين من تفكيرهم، ان هم خايفين فعلا عليكم، هم مش بيقفوا في طريقكم، خايفين عليكم وده حقهم. وان احنا ما ينفعش نعاند في حاجه زي دي. احنا مش فاهمين، يمكن هم شايفين ان في شخصيتكم حاجه مش هتنفع في الغربه، يعني شايفين ان انتم مش هتقدروا على الغربه مش سهله يا جماعه، مش سهله، مش اي حد يقدر يتحمل كل اللي هيحصل معاه. فيمكن هم شايفين ان انتم مش هتقدروا تتحملوا ده غصب عنهم، هم اهاليكم، هم قلبهم عليكم فخايفين عليكم. نثبت لهم ازاي ان احنا نقدر على ده؟ بان انت تثبتي لنفسك اولا عشان تعرفي تثبتي لهم ان انت قد المسؤوليه، وان انت هتعرفي تشيلي حمل كل الحاجات دي لوحدك بطولك، غير حد معاكي، غير ربنا طبعا سبحانه وتعالى. بس انا طولت. ايش تخصصك بالجامعه؟ انا سمارت فود اند دراج، يعني الاغذيه والادويه الاتنين مع بعض. وهل الدراسة بالدوري صعبة؟ انا معرفش انت تقصدي بالدوري قصدك الدراسة؟ معلش انا مش احسن حد يفهم اللهجات، بس الدراسة هي كل الدراسة صعبة. كل الدراسة صعبة، يعني مفيش دراسة سهلة، انتوا شطارتكم. بس ممكن تتكلمي عن نوع منحتك وازاي قدمتي عليها، ونصائح لزيادة القبول في خطاب النية وبخصوص الأمان، ودينيا كمان عشان يسهل عليا إقناع أهلي. أنا اتكلمت عن السؤال ده فيديو، وقلت إنها منحتي كاس وإزاي قدمت عليها. أنا قدمت عن طريق السفارة. نصايح لزيادة القبول في خطاب النية أنا برضو اتكلمت عليها بالفيديو. فأنا هحطلكوا الفيديو، مش عارفة هنا ولا هنا على حسب، هحطهولكوا وشوفوه، وإن شاء الله يعني تلاقوا إجابة على أسئلتكم. خصوص الأمان، كوريا أمان إن شاء الله، أمان. ودينيا كمان كل واحد في حاله. بتشتغلي ايه وايه تخصصك في الكلية؟ واحب محتواكي تستمري وبحبك كتير. بتشتغلي ايه وايه تخصصك في الكلية؟ انا ما بشتغلش، انا بدرس. تخصصي في الكلية انا قلت اغذية وادوية بس. انا كمان بحبك. ايه لونك المفضل؟ بنفسك. انا بحب البنفسجي جدا 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 من قديم الازل، وانا بحبه. مش BTS، انا بحبه. بتحبي الكتب؟ ولو بتحبيها مين اكتر كاتب بتحبيه واكتر كتاب بتحبيه؟ بصي انا قعدت فتره كبيره اقرا كتير، بعدين وقفت كل حاجه. الفتره اللي كانت صعبه عليا نفسيا دي ما عدتش بقرا اي حاجه، ولا عدت اصلا حمل القرايه، ولا حمل الكتب، ولا حمل الروايات، ولا حمل حتى الكتب النفسيه. يعني حاليا انا مشتاقه ليها جدا، يعني عايزه فعلا اقرا كتب كتير عن الموضوع ده، عن السيكولوجي عموما. سيكولوجي صح؟ فعايزه اقرا عن الحاجات دي، بس حاليا ما فيش حاجه بالي الصراحه، وما بقراش كتب كتير صراحه، ولكن نفسي. بس انا
مفيش وقت. بس كنت بحب كتب الدكتور ابراهيم الفقي، كنت بحب كتب. نعم ما قرأتهاش كتير بس كنت بحب اقرأ وبسمعه، يعني بسمع فيديوز ليه، يعني لو انا مش بقرأ الكتب فانا بحب اسمعه كمان كدكتور، ربنا يرحمه يعني. بس اكتر يوتيوبر بتحبي تسمعيه واكتر بنت يوتيوبر؟ زمان أنا كنت مهتمة قوي بالمواضيع دي، فكنت بشوف جو حطب، اكيد تعرفوه. حاليا بشوفه شوية مش كتير. بحب محتواه، بحب ازاي بيصور، بحب ازاي بدأ، لان انا كنت متابعاه من البداية. بس كنت بحب اتفرج عليه من هو لسه بادئ اصلا لحد دلوقتي. اكتر بنت يوتيوبر، بص انا قبل ما اجي كوريا كنت متعلقة قوي فيديوهات روان، كنت بشوفها تقريبا كل فيديوهاتها في يوم واحد. كل الفيديوز اللي بتنزلها في يوم واحد. بجد روان جميلة، من الناس اللي بتحسسني ان هي قريبة مننا، كأنها واحدة مننا، قريبة من شخصيتنا يعني. لو في آية أو سورة في القرآن بتحبيها ايه هي؟ أواخر سورة البقرة، يا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الآية دي بتزلزلني من جوايا كده لما بقرأها، لأن أنا ببقى محتاجاها فعلا في الوقت اللي أنا بقرأها فيه، فأنا بحبها. تعليم اللغة الكورية كان فيه صعوبة معاكي ولا لأ؟ وتقريبا بتمارسي اللغة لمدة قد ايه في اليوم؟ ولو ممكن تقولي نصيحة لحد بيدرس اللغة لوحده، لو حد بيدرس اللغة لوحده. اللغة الكورية كان فيها صعوبة، خصوصا في الليفلز، كل ما تطلعي في الليفل كل ما الصعوبة بتزيد، يعني بتزيد قوي. بس اللغة لو بتحبيها مش هتلاقيها صعبة، كوري سهل لو بتمارسي كتير طول الوقت. بس كان في صعوبة شوية، بس الحمد لله بتعدي. تقريبا بتمارسي اللغة لمدة قد ايه في اليوم؟ حاليا ما بمارسش اللغة خالص. يعني كنت فترة ما كنت بدرس اللغة في المعهد بتاع اللغة، كنت طبعا كل يوم بتكلم بالكوري. حاليا في اللاب قليل قوي لما بتكلم بالكوري، محتاجة ادرس اللغة تاني. لو ممكن تقولي نصيحة لحد بيدرس اللغة لوحده؟ ممارسة، كلامي كتير بالكوري حتى مع نفسك، تستنيش تتكلمي مع حد، تستنيش تتكلمي مع كوري او كورية، تستنيش كلمي مع نفسك. دي حاجة انا مبعرفش اعملها بس قلت اقولها لك يمكن تعرفي تعمليها. ازاي عارفة تتأقلمي مع الوحدة؟ سؤال جه على الجرح. انا شخصية انطوائية كده، ما بعرفش اكون اجتماعية، او بكون اجتماعية في اوقات معينة لو انا مع ناس انا مرتاحة لهم. لو مش مع ناس انا مرتاحة لهم فانتوا هتلاقوني ليفل الوحش في الانطوائية يعني. فالانطوائي بيحب يقعد لوحده كتير، محبش الدوشة، محبش الناس، محبش حد يتكلم جنبه بصوت عالي، ما بيحبش الوش، تفهمين؟ فالوحدة بالنسبة لي ما كانتش صعبة قوي زي ما ناس كتير متخيلينها، ولكن هي صعبة بسبب ان انا بعيدة عن امي الصراحة، ان انا متخيلتش ابدا ان انا بعيدة عنها المدة دي كلها، وانا من الناس المرتبطة قوي بيها قوي قوي، يعني امي حياتي كلها عموما، روحي عموما. ان انا ابقى لوحدي كده من غيرها فالموضوع كان صعب عليا، هو ده بس اللي كان مصعبها عليا. لكن الوحدة نفسها، فانا شخصية بتحب الوحدة، بحب ابقى لوحدي، بس امي يكون معايا يعني. رحت جامعة بعيدة عن اهلي في محافظة تاني
وكنت متشوقة لكده، بس نفسيتي بقت وحشة قوي وانا لوحدي ومش بقوم من السرير وعلى طول عايزة انام. فازاي وانتي في بلد مختلفة تماما عن بلدك، في ناس لغتهم وتقاليدهم ودينهم وعاداتهم مختلفة، تأقلمتي مع الوضع ولا لسه متأقلمتيش؟ تأقلمت حاليا، تأقلمت. في الاول كان الموضوع غريب عليا، الموضوع صعب ان انا يعني انا فين، انا بعمل ايه، ولحد دلوقتي على فكرة انا لسه مش مستوعبة انا فين وبعمل ايه. يعني انا لسه مش مستوعبة ان انا في كوريا على فكرة. والله يعني ممكن انتوا تستغربوا في كده، بس والله انا لسه في شوك، يعني في صدمة، في تروما حصلت. بس هتتأقلمي لان انتي ما عندكيش خيار تاني، مفيش اختيارات. يمكن انتي عندك اختيارات ان انتي مثلا لو في ايدك تروحي سفر من بيتك للمحافظة التانية ديت فترة الجامعة، فانتي عندك اختيار، لكن انا ما عنديش اختيار، فغصب عني لازم اتأقلم، غصب عني مهما خد مني وقت فانا هتأقلم. وسبحان الله يعني وربنا حاطط جوانا حاجة كده، اللي هو الانسان بيتشكل بالبيئة اللي حواليه. يعني لما بيكونش في اختيارات لينا ربنا بيهونها علينا وبيسهل لنا يعني بيسهل لنا الامور حوالينا، بحيث ان احنا ما نتخضش فنعرف نتصرف على قد ما بنقدر. فعادي انتي في الوضع اللي انتي فيه ده، اولا كده تقعدي في مصدومة شوية، بعد كده هتلاقي نفسك بتتعودي واحدة واحدة، تتأقلمي، الدنيا هتبقى سهلة معاكي. السؤال ده من 3 أسابيع، اتمنى ان انتي تكوني احسن دلوقتي ان شاء الله، ما تقلقيش، يعني كل حاجة هتبقى كويسة مع الوقت. انتي مرتاحة في كوريا؟ هل بتفكري تكملي في كوريا بعد الدراسة؟ مش عارفة الصراحة، السؤال ده بسأله لنفسي كل يوم، ما بلاقيلوش إجابة. مرتاحة في كوريا؟ كوريا حلوة، يعني من البلاد الجميلة اللذيذة اللي فيها حاجات كتير تبقي نفسك تجربيها بس ما عندكيش وقت تجربيها. بس تبقي قاعدة ندمانة طول الوقت بقى لو انا يعني في بلد احلامي ومش عارفة اجرب حاجة نفسي فيها، doesn't make sense يعني. بس كوريا جميلة، ولو الزمن رجع بيا ان انا اختار كوريا ولا بلد تانية، اعتقد ان انا هختار كوريا الاول ان انا اجيها. هل بتفكري تكملي في كوريا بعد الدراسة؟ والله الله اعلم، والله بجد مش عارفة، اتمنى ان شاء الله. في رياضة معينة بتلعبيها او بتفكري تلعبيها؟ بصوا انا بحب الباسكت جدا جدا، جربت العبها مرة وانا في اعدادي تقريبا مع زمايلي، كنا في المدرسة يعني. حبيتها قوي، بس مكملتش فيها صراحة. كنت جبت الكورة بتاعتها وقعدت اتمرن في البيت كتير وعلى السطح بتاعنا وي بس انا بحبها. حتى هنا لما بشوف ناس بتلعب ببقى عايزه اخد منهم الكوره والعب. انا لسه فاكره اللي صديقتي علمتهولي يعني، هي كانت شاطره جدا في الباسكت، فلسه فاكره اللي هي بتقوله كانه كان امبارح. ليه؟ لان انا كنت حابه الحاجه دي جدا فلسه فاكراها، بس نفسي اكمل فيها الصراحه. ونفسي اجيب كرة باسكت هنا والعب في الملعب بتاع الجامعة ان شاء الله. اعمل كده يعني، بقالي 1.5 سنة عايزة اعمل كده. هل عندك فوبيا من شيء معين وليه؟ يا لهوي، انا عندي فوبيا من حاجات كتير قوي، عدوا معايا. عندي فوبيا من المرتفعات بس مش قوية، يعني ممكن اطلع بس في اول مرة هتلاقوني بترعش ودايخة ودماغي بتلف، الدنيا كلها بتلف بيا. لو جربتها تاني خلاص اوكي انا تمام. قلبي هيقعد يدق شوية كتير بس ده مش عارفة اتحكم فيه لان انا بخاف اصلا، يعني انا عندي فوبيا من المرتفعات، هي مش قوية بس موجودة. اكتر حاجة عندي فوبيا منها الحشرات، خصوصا العناكب والنمل. اي حاجة صغيرة بتجري كده عندي فوبيا منها. بتتعلمي لغة جديدة ازاي؟ والله ما اعرف. بتسمعي كتير ودي الحاجات اللي انا بحاول اعملها. الناس كتير بتقولي عليها، انا بسأل زيكم الناس وهما بيقولوا لي عليها،
فاللي هو الهند كله في اللي انت تسمعي كتير وتتكلمي كتير، تحفظي كمان فوكابلاري كتير، كلمات كتير. هو انت فتحتي قناه يوتيوب تانية؟ انا كنت فاتحه دي الاول، كانت تبع الكي انفلونسرز، لو انتوا تعرفوهم. انا كنت في الكي انفلونسر اكاديمي، بعدين كنت بنزل فيديوز هنا، دي الاول عملتها. بعد كده قلت اما سافرت كوريا قلت خلاص هعمل تشانل تانية تبقى ليها علاقة بالسفر بكوريا وانا بعمل ايه في كوريا ويومياتي وكده. بعدين نزلت شوية فيديوز عليها، وبعدين قلت لا، طب انا اخليني على قناتي الاساسية وهي شغالة يعني الحمد لله، كانت جايبة فيوز حلوة. فرجعت لدي تاني وسبت التانية. لو لقيتوا نفس الاسم ونفس الفيديوز نازلة هناك اعرفوا ان دي انا. لو حد تاني مش نفس الاسم منزل لا ده مش انا، قولولي بقى. انا بتكلم على اساس مشهور قوي، اوعى البت الناس كلها تعرفها واكسب. لو انتي صحاب كوريين عندك ولا لا الموضوع صعب؟ ليا صحاب كوريين مش كتير بس موجودين يعني. هما مش بيصاحبوا حد بسهولة، خصوصا لو انتي اكبر منهم بكتير. يعني هما عندهم المشكلة دي، اللي هو لو انتي اكبر منهم بسنين كتير فهما لو انتي اني مثلا للبنات او نونة للولاد، انتي اختهم الكبيرة يعني، فما بتبقاش العلاقة مقربة قوي، بس موجودين اصدقاء بس مش مقربين يعني، فاهمين؟ فهم كل اللي حواليا كوريين اصدقاء مش مقربين بس موجودين، يعني نتكلم ونسأل على بعض بس مش مقربين قوي، لان انا كبيرة قوي، مش كبيرة قوي. بتحب القطط اكتر ولا الكلاب؟ الكلاب. بحب الكلاب قوي. لو انا عايزه اجهز اي حاجه بخصوص المنحه من دلوقتي وانا تالتة ثانوي، المفروض اجهز ايه وتنصحيني بايه؟ رديت عليكي بس هقولك هنا تاني، جهزي شهاداتك، لو في شهادات تطوعيه، لو في اي حاجه من ديت جهزيها، ترجمي ورقك لما محتاجه تترجم واختميه، بس ربنا يوفقك ان شاء الله. اهتمي الاول بالثانوي وبعد كده سيبي المنحه وربنا يسهل ويأذن، تكون انتي ذاكرتي كويس في الثانوي، ما ضيعتيش وقتك ان انتي بتفكري في حاجه لسه في المستقبل يعني. بنجهز، بس ما بنجهز في اللي في ايدينا دلوقتي وبعد كده ربنا يسهل في اللي جاي. بس دي وجهه نظر مش حاجه اساسيه يعني، بس توفيق. دي الاسئله اللي جاتلي، ما مش كتير بس انا مبسوطه والله ان انتوا عبرتوني يعني، شكرا جدا. شكرا ان انتوا موجودين، شكرا ان انتوا تدعموني، وانا عارفاكم واحد وبحبكم والله جدا، وشكرا على الحب ده كله. اوقات بحس ان انا اللي هو انا مين يعني في ناس بتحبني لا اله الا الله. فشكرا ان انتم موجودين وتوحشوني والله. بس ده فيديو كده صغنون، حاول ما اخليهوش طويل قوي عشان ما تزهقوش، واسفه لو طولت عليكم، وبحبكم قد الدنيا كلها. اشوفكم في فيديو تاني، ولو عايزين اي حاجه تعرفوها عني او اي حاجه تانية غير مش خاصه بالمنحه بقى، احنا خلاص خلصنا مواضيع المنحه دي كتير، عايزين تعرفوا اي حاجه اكتبولي في الكومنتس وانا ان شاء الله هرد عليكم.